فيديو جديد من فيديوهات مهاليزم. النهارده انا واخداكم في فلوج في قريه مارسيليا بيتش 2 في الساحل الشمالي، فيلا بينا نشوف هنقضي اليوم ازاي. لايك وكومنت وشير، ولو اي حد عنده اي سؤال عن القريه هجاوب عليكم في الكومنت. اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس ودوسوا على زرار سبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو علشان يوصل لكم كل الفيديوز اللي بنزلها. وصلت قرية مارسيليا بيتش 2 في الساحل الشمالي الطيب قوي. ده مدخل القرية. يلا نشد شوية، احنا قدامنا يوم طويل. دخلت القرية وقعدت ادور على الشاليه بتاعي. هو مش بعيد قوي عن البوابة ولا كمان بعيد عن البحر والبول، يعني يعتبر في النص. يا حلاوته يا جماله، أرضي بجنينة، يعني شوايتك منشرك كراسيك كله قدام عينيك وتحت السيطرة. اتحمست جدا اني اتفرج على القرية كلها. يلا بينا. ده البيلدنج من بره. ايوه، اوفر فيو بقى على المكان. اوبا، في بول هناك اهو. لا لا لا، تعالوا بقى نرجع الشاليه، احسن اتوه وانا لسه مش عارفة المكان، وناخد جولة من الاول كده. هنخرج من الشاليه في يمين على طول، سامعة صوت المية. ايوه، بول الاطفال اهو. مساحته حلوة قوي، يعتبر كبير، وجنبه بول الكبار مساحته احلى وكبير. اديني حتة اوفر فيو بقى للمكان كده. كل مجموعة عمارات ليها البول بتاعها، وده اللي هيخليكوا ان انتوا ما تحسوش بالزحمة بتاعة القرية، لو هي زحمة اصلا. القرية شكلها هتطلع جامدة ولا ايه؟ تعالوا نكمل نشوف ايه الدنيا. اللي اكتشفته في القرية ان فيها بولز كتيرة قوي، اكتر من ما كنت اتخيل. والحلو انها مش زحمة خالص. انا سامعة صوت بلبطة جامدة قوي من بعيد، اكيد في بول هناك. ده كده بول تاني. عاوزة اقول لكم اني نزلت في البول ده وما كانش فيه نملة بجد يا جماعة. سألت السكيورتي ايه الحكاية، فين الناس؟ قال لي مفيش، اتفضلي حضرتك لو عاوزة تنزلي انزلي، المجموعة دي ما فيهاش سكان خالص، عشان كده البول فاضي. ده بول تاني برضو فاضي خالص. واللي عرفته ان القرية فيها حوالي 18 بول، وكلهم نضاف جدا، وفيهم كل الاطوال، وفي كباتن انقاذ كتير جدا. احنا خلاص خلصنا منطقة البولز، وانتوا شفتوا قد ايه في كم بيسينات وكم البولز كتيرة جدا في المكان، فمش بتحسوا بالزحمة بتاعة القرية. فتعالوا بقى دلوقتي نطلع على البحر ونشوف المنطقة بتاعة البحر والبيتش هتبقى عاملة ازاي. يلا بينا. وصلنا منطقة البحر، وهقول لكم بقى ايه اللي موجود على البحر من كافيهات، من ريستورانات. في حاجة جميلة جدا في القرية، ان انتوا لو مش معاكوا عربية، في جولف كار بتقدر ان هي تيجي تاخدكوا من الشاليه توصلكوا للبحر، توصلكوا للبول، توصلكوا لأي مكان في القرية، وده اوبشن حلو جدا. اول حاجه
هتلاقوها على البحر هو كافيه ايطاليانو، عامل قاعده كبيره جدا على البحر. عايزه اقول لكم ان اكله حلو جدا، بيعمل بيتزا وفطير وباستا. الجوده بتاعته والكواليتي بتاعته حلوه قوي، وبيعمل كمان حفله بالليل. يلا بينا بقى نروح نشوف البحر اللي احنا اصلا جايين علشانه. كل اللي فات ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. تابعوا الفلوج للاخر ها. طبعا رملة الساحل حاجة خطيرة، والبحر حكاية. اسيبكم مع هوا البحر شوية. وده كافيه تاني على البحر، قعدته بتبقى حلوة قوي بالليل. وبارتيشن بيعمل زلابيا، وواحد تاني بيعمل ايس كريم، وعلى الجنب هتلاقوا كيدز اريا. مهتمين جدا في القرية باللاندسكيب، هتتصوروا وتاخدوا صور وهم الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يعمل زيها. بره عند بوابة القرية هتلاقوا أسماك أبو قير وصيدلية ومحلات بيع فاكهة وخضار وعيش وماركت فيه كل حاجة، وأسعاره مناسبة جدا. حتى لو مزود بيبقى مزود حاجة بسيطة جدا، جنيه أو 2. جربت كمان الأكل بتاع إيطاليانو، بيعمل فطير وبيتزا وكريب ملهمش حل. وجربت تاني يوم أسماك أبو قير، سمك وجمبري ورز. تسلم إيديكم، تعالوا القرية وهتدعولي. اكتبولي رأيكم في الكومنتس، لو حد راح القرية فعلا اتبسطتوا ولا لأ.